اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم ان كل الكلام ده كذب، وان عمري وانا ما اديتش ايدي على الشين، وان هي اللي معوره نفسها كده بطفايه ضربتها في دماغها، وان هي ومعوره رجليها بمقص. بس فانا ده اللي انا اقدر اقوله، يعني انا ما اقدرش اقول حاجه اكتر من كده، لان الموضوع في ايد النيابه، وانا بحترم يعني بحترم طبعا دور النيابه، وبحترم دور القضاء طبعا، وما اقدرش اتعداه. بس املي في ربنا كبير ان في الساعات اللي جايه دي هيبان كل حاجه، الحمد لله رب العالمين. في بنتها موجوده، كانت موجوده، وفي ناس شوكي كانوا موجودين، هيقولوا انا كنت طرف في الخناقه ولا ما كنتش طرف في الخناقه، وهيقولوا كل حاجه على الحقيقه، لان أنا طبعا يعني دي شهاده قدام ربنا، ما اعتقدش ان في حد هيقول حاجه غير الحقيقه، عشان يعني والله اعلم بقى يعني، بس انا ما اعرفش يعني، بس انا ما اعتقدش ان في حد فيهم يقول حاجه مش غير الحقيقه. الناس كلها محترمه، وعلى فكره الناس اللي كانوا موجودين هم تقريبا يعني اقرب لها مني، يعني مش فيش غير واحد بس طبعا هو زور شهادته، فده انا بقول كده عشان انا متاكد ان انا ما عملتش كده. قال شهد شهاده مش مظبوطه، انه قال ان انا سرقت وعملت وانا مش عارف يعني يا جماعه، بالمخ. طيب ال 50000 دولار بيعملوا يعني، جاي لي ب 50000 دولار ليه؟ دي اول حاجه. تاني حاجه، آه، فين طب ال 50000 دولار جبتيهم من اي بنك؟ انا عايز سؤال بس، انهي بنك عشان احنا نعرف سحبتيهم امتى من اي بنك؟ ولا جايبهم من الشارع؟ عشان من الشارع في قضيه اموال عامه. فانا بسال بس سؤال، هي ال 50000 دولار دول جم من انهي بنك؟ الاربع خواتم الالماظ فين فواتيرهم؟ ومواصفاتهم عامله ازاي؟ في حد ممكن يسال الاسئله دي ولا صعبه تتسال؟ انا بسال هو الاسئله دي من خلالك. انا عايز اعرف المواصفات الدقيقه بالوزن بكل حاجه للاربع خواتم الماظ. انا عايز اعرف مواصفات دقيقه للسلسله اللي اتاخدت منها. انا عايز اعرف ال 50000 دولار دول جايين منين؟ اتسحبوا من انهي بنك؟ واتسحبوا ليه؟ وجاي بيهم ليه؟ و... ولو ما فيش، لو طلع ان ما فيش، ان هي ما سحبتهمش من بنوك، يبقى يتعمل لها قضيه اموال عامه، لان هي بقت واخده من الشارع. بس بس ما تجيبليش بقى سحب البنك من شهرين فاتوا وتقول لك هم دول اللي سحبتهم، لا. ليه بتخلي لهم بره ولا ايه؟ انا بس في كده اسئله منطقيه اتمنى الناس تسالها، بس يعني ايه، الناس تسال الاسئله دي بس، يعني او بس ينتظروا اجابه الاسئله اللي انا سالتها دلوقتي دي. انا بس الكلام ده في خلال مثلا، يعني لما ينزل كلامك ده في خلال ساعه، ارجو من المحامي بتاعها في ساعه، مش اكتر من ساعه، علشان ما يقعدش يحضر كلام. ساعه، لان اكيد هي عارفه مواصفات حاجتها، اكيد هي عارفه فلوس جايبها منين. ولا هنقعد ناخد وقت عشان نخطط ونشوف هنلفق المواضيع ازاي؟ لا. انا يا باشا ببقى عارف وانا جايب الفلوس دي ساحبها من انهي مكنه، ساحبها من انهي بنك، من انهي حساب، ببقى عارف كويس جدا. رايح اعمل بيها ايه، ببقى عارف كويس جدا. تمام. ولا احنا في مصر بنصرف بالدولار في مصر؟ عشان بس انا مش واخد بالي بس. ولا العمله في مصر بقت بالدولار؟ انا عارف ان العمله في مصر بندفع بيها الجنيه المصري، فامشي ب 50000 دولار ليه؟ ساحبهم عشان حاجه معينه اعرف، بس في خلال يعني ايه، عارف بيقول لك اسال سؤال وجاوب من غير ما تفكر. ارجو منه انه يجاوب من غير ما يفكر. ارجو منه في خلال ربع ساعه ماكسيمم، نص ساعه، ساعه يا سيدي، ما يجاوب على الموضوع اللي انا بقوله له ده. يجيب فواتير الاربع خواتم، يجيب اشكالهم، مواصفاتهم الدقيقه، جايباهم منين، لان اكيد حد عنده حاجه بقيمه غاليه كده، يبقى عارف جايبها بفاتوره كذا من السايق كذا، جايبها من دبي، جايبها مش عارف من فين، اي فاتورتها اهي، اي كذا اهو. اي حد حتى بيبلغ عن حاجه مسروقات بيبقى لها مواصفات. فانا اتمنى، بس اتمنى ان ده يحصل. اتمنى ان الاستاذ المحامي يرد في خلال ساعه ماكسيمم، يقول لنا الفلوس دي بتاخد من اي بنك، وكان الغرض من ان هي تاخدها ايه، وجايه لي بيها ليه، واللي انا قلته مش عايز أقوله تاني. ارجو ان ده يحصل، علشان الكلام ده ما يقعدش نكتر ونزيد وندور ايه حوالين دايره مفرغه. اما موضوع الضرب، اقسم بجلال الله والله العظيم انا ما لمستها، هي ضربه طفايه في دماغها، انا بقول اهو، بقول اهو، وفي شهود ما كانوا واقفين، ومعور رجليها في الاثنين بالمقص. وقالت لي عشان اوديك في داهيه وكده، ما بتعرفش تمشي في الشارع تاني، بعد زي ما عملت فكره زمان برضو. تهديدات طول الوقت، بتهددني طول الوقت باللي ربنا اداها لها، يعني النعمه اللي ربنا اداها لها بدل ما تستغلها حاجه صح، بتستغلها سلاح تهديد. انت لو ما عملتش مش هتعرف تمشي في الشارع. المره اللي فاتت لو ما ردتش عليا في التليفون، ايام ما قالت ان انا سرقت العربيه، مش سرقت العربيه، لو ما ردتش عليا في التليفون مش هتعرف تعرف تمشي في الشارع. انا طبعا قلت اكيد هي بتقول اي كلام، يعني اكيد لا. كلمني واحد اسمه استاذ مجدي سعد، وهي كانت معايا الناحيه التانيه، قال لي مدام شيرين عايزه تكلمك. قلت له يا استاذ مجدي حضرتك تضمن ان هي ما تشتمنيش او ما تغلطش فيا؟ قال لي لا ما اضمنش. قلت له يبقى انا مش هرد. ودي اول مره كنت اقول كده. حصل فيه كل اللي حصل ده لحد النهارده بدفع ثمنه.
من اسبوع كان قلبها واجعها، بتقول لي اصل أنا قلبي واجعني، كل ما حد بيشتم فيك بحس ان انا السبب، وانا مش عارف اعمل ايه عشان اكفر عن الذنب ده. وهو عمل فيا الاوحش المره دي، الاوحش. فانا انتظر بقى الردود دي سريعه، عشان بس ايه، اكيد اللي انا قلته ده اكيد مش محتاج تحضر، دي حاجات المفروض تكون موجوده اوريدي. فبس ده اللي اقدر اقوله. واما بقى عن موضوع ان صحه اللي انا بقوله ده من عدمه، ده في بقى تحريات مباحث وتحريات نيابه، في حاجات كتير بقى، مش شغلتي، ما اقدرش افتي فيها طبعا. بس اكيد يعني هم ادرى مليون مره مننا ازاي يجيبوا معلوماتهم، وازاي يجيبوا، وازاي يجيبوا يعني ادواتهم. يعني هم ادرى بكتير، انا ما اقدرش اتكلم في حاجه مش في ايدي ولا بفهم فيها. انا قلت اللي انا اعرفه، وربنا شهد عليا بس كده. وفي شهود الحمد لله برضه موجودين، وانا بقى اتعشم فيهم ان هم ايه، يقولوا الحق، بس مش اكتر من كده. وعلى فكره اللي بيقولوا ان قال المصادر من جوه الكومباوند ان انا جريت وراها ده حقيقي فعلا، انا جريت نزلت وراها، بس مش عشان حاجه. انا نزلت وراها، انا ما اعرفش ان هي حطاني انا في دماغها، انا نزلت وراها عادي طبيعي جدا، ان هي نازله من عندي. قلت لها طب اطلعي، طب اغسلي وشك، طب اطلعي غيري، طب ايه لحد ما محمد يجي ياخد البنت. طب قالت لي انا مش طالعه تاني فوق ليه يا بنت الحلال، ايه مش عايزه اطلع المكان ده. قلت لها خلاص تشوفيه. ولو انا زعلت في حاجه حقك عليا، انا ما زعلت، انا عارف ان أنا ما زعلتش في حاجه، بس انا دايما بقول لك الكلمه دي عشان تهدى. ما اعرفش طبعا مين اللي صرح بالكلام ده غيرها، عشان ما حدش كان سامعه غيري انا وهي والاستاذ اللي بقاله 4 ايام رزق في، مش عايز اغلط يعني، اسمه يوسف ده. ما حدش غيرنا كان واقف. فما كانش في امن كومباوند، مش الكلام ده كله كان بعيد جدا عن امن كومباوند، بعيد عن الكلام ده كله. ف يا هي يا ما اعرفش مين اللي صرح بقى الصراحه يعني، وايا كان مين اللي صرح، وانا بقول لك الكلام ده حصل. انا نزلت وراها عشان اقول لها ما تقعديش في العربيه، اطلعي استني فوق، اغسلي وشك وغيري هدومك، ما تنزليش كده. انا كل ده في دماغي ان هي نازله مروحه بيتها في اكتوبر. انا لا اعرف ان هي راح تمني محضر، واعرف اي حاجه من الحاجات دي، ولا عندي فكره، ولا طرف في القصه اصلا. هو في واحد طرف في القصه؟ اولا هي مسروقه ومضروبه، هتنزل تستنى تحت في العربيه لحد ما انا انزل لها من فوق، واقول لها والنبي عشان خاطري يا شيرين ما تمشيش، والنبي يا شيرين، هو انا اسف انا غلطان ما تمشيش يا شيرين، ولا هتجري جري على البوليس، تركب العربيه وتطير. وعملت الكاميرات موجوده، هي نزلت امتى وانا نزلت وراها مثلا بربع ساعه لما عرفت ان هي على تحت. كل الحمد لله ان الصلاحيات دي بتطلع، عشان كل ما بيطلع تصريح من زي ده بيلف الحبل حوالين صاحبه، بس مش اكتر من كده. وتاني بقول انا ما عنديش مشاكل مع شيرين، شيرين على راسي من فوق، ما فيش حد بيحب شيرين في الدنيا قد ما بحبها. بس خلاص كده الظلم كفايه. وياما حذرتك يا شيرين، قلت لها كل حاجه ليها اخر، الصبر ليه اخر، التحمل والحب ليه اخر، مفيش حاجه تبقى غير ربنا سبحانه وتعالى. بس ياما حذرتها، اقسم بالله ما حذرتها، لكن هي خدتني زي ما بيقولوا كده فور جرانتد، خدتني امر مسلم بيه. انا هدوس وهو هيسكت، انا هعمل اطلع فيه جدي وهو هيسكت، لا انا مش الماضي، مش هسكت، مش هسكت. عندي اهلي بيتضروا معايا، عندي سمعه خلاص. حد جرب يتشتم كل يوم من كم ده من الناس ظلم؟ حد جرب؟ حد جرب يعني يحس احساس ان هو ممكن يموت وكل الناس بتشتمه وتدعي عليه بدل ما تترحم عليه؟ حد جرب؟ ظلم. كل ده عشان ست بيحبها مش عايزه تطلع تقول تكذب نفسها. خلاص شوف انا فرق الاخلاق لما اقول لك انا مش عايزه تطلع تقول ان هي كانت بتقول اي كلام عشان الناس ما تخسرش ثقتها مع الناس، وانا اتحمل الشتايم دي. بس بصراحه انا كنت اهبل بصراحه. كان لازم من اول يوم بيومه اطلع ادافع عن نفسي، واطلع اقول ان ده كلام مش حقيقي، لان انا ما غلطتش. انا ما غلطتش، وانا لما بقول كده انا مش معنى كده اني بطلعها كداب، انا بقول الحق. اللي بيقولش الحق هو اللي بيطلع نفسه كداب. ف ده الكلام اللي عندي اقوله. وبس انا عايز الناس بجد يعني بحكمه كده تفكر وتستخير ربنا، تفكر تستخدم عقلها كده، تستخدم عقلها وتشوف. لان انا مش قادر اصدق ان هم لو لاحظوا بس ان هي من 3 4 5 ايام كانت بتقول لك حسام ده اهلي، وكده كل الحكايه حسام بيقولوا صح. ومن اسبوعين 3 كانت طالعه مع الاستاذ محمود مملوك في القناه 24 بتقول لهم انا عمري، انا لا كانت في شهر رمضان، قالت لهم حسام عمره ما اخد مني وانا مليم، وانا عمري ما قلت عليه ان هو سرق، بس هي قالت عليا ان انا سرقت. الناس مش واخده بالها من التناقض ده. رجعوا للقناه 24 في رمضان، طلع عمل تصريح انا حسام عمره ما خد مني مليم، وعمره ما عمل لي حاجه وحشه، وبس. وانا بالناس بتقول ان انا قلت عليه ان هو حرامي وسرق، هو عمره ما كان حرامي، انا عمري ما قلت كده اصلا. انا مش عارف ازاي يعني عمري ما قلت كده الصراحه، ويتقال على الهوا قدام الناس كلها على لميس الحديد الصراحه. استاذه لميس اللي فتحتها الهوا كانها فاتحه لها بلعب كوره، وخالد صفاه كانها مثلا قاعده وسطنا في البيت لا 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 حسام لا 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 خلاص خلصتينا منه، اكنها مثلا ايه عايشه معانا.
لا انا اتحملت كتير وسكت كتير، وسكت لها برضو عشان معزه استاذ عمرو عندي، والله العظيم ما اكتر. ما علينا، يعني مش عايز افتح في حاجات قديمه. بس هو ده من اليوم ده لحد النهارده يا جماعه، انا بتحمل فوق ما تحمله جبال. انا لدرجه ان انا بقيتش يفرق معايا خلاص، بقيت اتشتم، ما بقتش ازعل يعني، خلاص اخدت على كده. لا طبعا، بس طبعا جوايا موجوع. ولما بفكر في حاجات ان انا ازاي تبقى انا سيرتي هتبقى عامله ازاي بعد ما اموت، طب انا اهلي هيتقال عليهم ايه؟ ابو الحرامي وام الحرامي واخت الحرامي وخالة الحرامي وجدة الحرامي، ايه ده؟ ايه ده يا جماعه ده؟ ولا ضد السارق بالاكراه، ولا ضد المعنف اللي بيضرب، ولا ضد مين، ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ في ايه؟ في ايه ما اتقالش عليا؟ في ايه ما اتقالش عليا بجد؟ ناقص ايه في الاخلاق الوحشه ما اتقالش عليا؟ بس ربنا كبير، وانا ما زلت عندي امل في ربنا، وهيفضل عندي امل في ربنا. وربنا قال ايه؟ واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. دي عندي كفايه عن ربنا. وبشر الصابرين اذا صبروا. انا بصبر نفسي بوعود ربنا اللي انا مؤمن بيها ان شاء الله باذنك يا رب، ان شاء الله ان شاء الله هتتحقق. وربنا حققها لي قبل ما اموت، هشوفها ان شاء الله ان شاء الله. وانا بدعي ربنا يمد في عمري بس عشان اشوف، مش عشان حاجه، عشان ربنا قال لك ايه؟ ويشفي ايه؟ صدور قوم المؤمنين. انا ما بدعيش ان انا مؤمن، استغفر الله العظيم، انا مش قصدي حاجه، انا مش بقول ان انا شيخ يعني او حاجه، لا لا خالص. انا زي اي حد، بس انا بقول لك انا مظلوم. اه انا مظلوم، وربنا وعد المظلومين. فالحمد لله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال وما من شكة الا وقد غفر الله لك بها ذنبا. وانا الحمد لله رب العالمين يعني خدت يعني بما فيه الكفايه. ف ومش زعلان من الناس، لان الناس ليهم اللي هم بيوصل لهم وليهم اللي بيتقال لهم. انا بزعل بس من اللي بيبقى وصل له الحقيقه، او اللي وصل له المنطق بلاش الحقيقه، ويصر على الشتايم، ويصر على الاهانه، ويصر على الخوض في الاعراض، ويصر ان انا راجل باخد منهم فلوس، وان انا عايش على قفاها. قسما بالله العظيم انا عمري ما خدت منها مليم. وقسما بالله العظيم، هو في يا جماعه حد يطلع في برنامج يقول انا ما يهمنيش الناس ويبقى فارق معاه شكله قدام الناس؟ انا قلتها صراحه، ما يهمنيش الناس، رزقي مش عليهم. واتحدى ان يكون في حد بيشتغل في الفيل ده او في الوسط ده يقول كده، لان هو رصيده من الجمهور على فكره، وانا واحد منهم. بس لو رصيدي ده هيجي على كرامتي مش عايزه بقى. بلاش كرامتي، لو هيجي على سمعتي ده التصريح الادق، لو هيجي على سمعتي انا مش عايزه خلاص، كفايه كده.